حضرة عظمة السلطان فؤاد. اتفضل عبد الرحيم باشا. سرور. أنا بعت في طلبك يا عبد الرحيم باشا لأني قررت آخد بنصيحة سعد زغلول صديقك. لما طلبت حرمه تشتغل هنا كوسيط فهو رفض، مع إن رفضه كان فظ جدا، إلا إني قررت آخد بنصيحته. وايه كانت نصيحة سعد باشا زغلول؟ سعد نصحني إن أنا أتجوز. ده خبر مفرح، خبر مفرح يا مولاي. طيب بما إنك وكيل وزارة الزراعة كفر، فأنا قررت إن أنت تكون ناظر الزراعة. ده خبر مفرح تاني يا مولاي. وليه عندك طلب تاني؟ طبعا اطلب. أنا طالب إيد كريمتك نازلي تكون زوجة ليا. ايه؟ نازلي بنتي زوجة لعظمتك؟ إيه؟ عندك اعتراض ولا إيه؟ دي هتكون سلطنة مصر. لا 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 اطلاقا. انا مش عارف اوصف لك مدى السعادة والسرور اللي انا فيه. يعني انا اتشرف بعظمتك، دي ثقة انا مش مصدق ان انا حظيت بيها لغاية دلوقتي ابدا. انا موافق.